بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة نادي الزمالك أو جماهير نادي الزمالك دايما المدرب واللعيبة تعكنن على جماهير نادي الزمالك. ده المعروف وده من وجهة نظري كان أسهل دوري نادي الزمالك في حالة تردي مستوى النادي الأهلي ولاعيبته ومدربه. ف يعني انا مش عارف مجلس الاداره انتوا قاعدين ليه ومستنيين ايه؟ اللي واقف على الخط ده اقسم بجلاله الله ما يمسك مركز شباب الاولى، يعني ما يمسكش. لو مركز شباب الاولى اترشح له المدرب ده والله ما هيوافق عليه. ما علينا، نخش في الماتش على طول. عشان بصراحه انا المره اللي فاتت ما رضيتش اعمل فيديو، كانت نفسي مسدوده من الاهلي ومن الزمالك في بطوله افريقيا، واتسدت اكتر امبارح في ماتش الاهلي والنهارده في ماتش الزمالك. ما علينا. المهم نادي الزمالك بيبدا النهارده بحسام عبد المجيد، النبغه الاسطوره اللي ما بيعرفش يباصي. كل بساطه ما شاء الله ما شاء الله، عايز واحد يمده على رجله. طويل مقطوع، قصير مقطوع، بالدماغ مقطوع، التاكلين مقطوع، حتى التاكلين مقطوع، وعايش في دور ان هو لعيب كوره دولي. والله العظيم منكم لله يا مدربين مصر. وتيجي بقى تسمع ايه معلق، اي معلق يقول لك ايه، طور من نفسه، طور من ادائه. يا ده اشتغل فين؟ ده ما بيعرفش يباصي، ده بيمسك الكوره بيديها لهم سواء قصيره او طويله. تعال خش بقى على الكابتن عبد الله السعيد. انا لو منك والله العظيم هبطل، والله العظيم هبطل. برضه نفس الكلام، اسوأ اتنين اول الشوط الاولاني كله كان رقم واحد حسام عبد المجيد، رقم اتنين عبد الله السعيد اللي المفروض هو اللي بيفوق الفرقه ويمسك الكوره ويلعب تيك تيك ده، برضه كانت الكرات بتاعته مقطوعه. رقم ثلاثة شيكوبانزا اللي هو جاب الجول، بس هي دي الحسنه الوحيده. انما عمال يهجص ويقف على الكوره ويديها لهم ومش عارف يعمل. رقم أربعة كان عمر جابر النهارده من أسوأ ماتشاته، من أحسن ماتشات ناصر ماهر النهارده. يعني لو في بعض الحالات كده كان هو أحسن من الماتشات اللي فاتت يعني. وبعد كده يجي عدي الدباغ بقى نجم المباراة من وجهة نظري محمد إسماعيل، اللي هو اتحسب عليه ضربة جزاء كده غدر واقتدار زي ما بيقولوا. يعني الحكم حسب ضربة جزاء، انا مع اعتقد لو على اي فرقة تانية عمره ما يقدر يحسب. زي امبارح، النهارده ما طلعش انذارات نهائي غير بعد ايه، وطلع الانذار النهارده كمان في الاخر اللي بيزيرة عشان بيزيرة عشان يجامل يعني. طب ما الراجل زقه وخد منه الكوره وزقه ووقعه، والراجل راح عمل له بس بصدره كده. يعني احنا نقعد نتكلم على التحكيم اقسم بالله ما فيش فايده خلاص. المستوى مستوى رديء، مستوى سيء سواء للاهلي او الزمالك. وده كان اسهل دوري برغم ان الزمالك عنده مشاكل ومفيش فلوس ومدرب قليل وكل ده، ولكن اللي مظلوم جمهور نادي الزمالك اللي النهارده بيشجع لغايه ما الحكم صفر، واقف جنب فرقته وجنب ناديه. فرقه الزمالك جاب الجون اللي هو جون التعادل، انا مش عارف يعني حسيت كده ان الزمالك كسبان 3 خلاص، هو كده الجون ب3 فخلاص بقى قلنا او اللعيبه مش مدياك احساس ان هي عمرو ناصر ضيع واحده، وفي بزيرة حط واحده في العارضه. اعتقد يعني ان بس هم دولت اخطر حاجه. طبعا على الناحيه الثانيه ياهو ده شاط واحده، لو في الجون كان الجون مليون % طبعا التغييرات بقى حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. يعني فين محمد شحاته؟ على فكره احمد ربيع ده ما يقعدش، احمد ربيع ده يلعب وجنبه دونجا عادي، ويريح بقى عبد الله السعيد. يعني يريح لنا عبد الله السعيد ويقعد حسام عبد المجيد ويلعب بالونش او مصدق. ارحمونا بقى ارحمونا والله. يعني حاجه بجد الواحد
ويقول لك لعيبه دوليه ولاعيبه ومش عايزين يا عم يغروا في داهيه، يجددوا ولا ما يجددوش يا عم خلاص، ده ما بيعرفوش يباصوا، والله ما بيعرفوا يباصوا، بس هي الاوامر خلاص لازم يلعب يلعب. انا ما اعرفش فين مجلس الاداره من كل الكلام ده. واحد مش عايز يجدد لك بتلعبه ليه؟ عشان تلمعه؟ هتعمل برضه هتقع في غلطه زيزو، هتقع في الغلطه دي بغض النظر ما يمشي اهو. ما التاني برضه عامل هناك بلاوي مترتله، رفع 3000 كوره امبارح ولا كوره منهم جاب جول عادي يعني. بس هي المشكله اللي مش عايزك خلاص مع السلامه، مع الف قعدوا خلاص قعدوا، ما بكبر دماغك منه. انما ويا ريت لعيب كوره بقى، يعني مثلا انت بتلعب تقول اصل انا ما عنديش وهو اللي بيلعب وهو اللي واقف على رجله وهو اللي بيلاعبني وهو اللي بينقذني. مفيش الكلام ده خالص. انت في ماتش الاهلي هو اللي مشيلك النتيجه 1-0 ليك، وواحد بيستلم الكوره ومفروض يقربوا بيها على بره، دخل بيها على جوه، قام جاي الزحله عمل تاكلين، الراجل عملها لحسين الشحات. لازم تشوفوا لكم حل، في 3 لازم يقعدوا وش كده، حسام عبد المجيد، عبد الله السعيد، وعمر جابر. يعني شوكوبانزا دوت يعني عادي يعني، هي الكرة مش في دماغه اصلا، بس هو عادي. انما انا بكلمك على ال3 اللي دولت مبوظين رتم المباراة او اي مباراة جاية. المفروض يدي الشحاتة عشان ماتش السوبر اللي جاي، ماتشات السوبر اللي جاي. انا ما اعرفش ما حطوش ليه. طب هو لو مصاب دخلته ليه؟ طالما مصاب ما تدخلوش الا لما يبقى سليم عشان تلعبه. ده لو مصاب زي ما انتوا بتقولوا، يعني بيقولوا ان هو مصاب، طب مصاب وحطيته على الدكه ليه؟ وتنزل سيف جعفر ليه؟ وتبدا ليه بعبد الله السعيد وتبدا ليه بحسام عبد المجيد؟ ادي كل مره الحزن والزعل والقهر لجمهور الزمالك. ده مباراه سهله النهارده، اول مره البنك الاهلي بيلعب مباراه ضد الزمالك او الاهلي ويبان بالمستوى الضعيف ده بصراحه. يعني انا عمري ما شفت البنك كده في ماتشات الاهلي والزمالك، وكانت فرصه يعني. يلا بقى على العموم خيرها في غيرها زي ما بيقولوا الجماهير الزمالك، انتوا اللي شايلين الحزن والقهر، ربنا يكون في عونكم يعني. ان شاء الله اشوفكم في مباراه قريبه باذن الله. السلام عليكم.